مشاهدينا أهلا بكم في هذه الفقرة. نتحدث عن مسرحية الصياد للدكتور خالد الوشاحي، الروائي والمسرحي والطبيب. أهلا بحضرتك. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا. في البداية يا فندم احنا عايزين نسأل عن بدايات حضرتك في الكتابة، بما أن حضرتك طبيب. حضرتك، انا بدأت يعني متأخرا جدا. انا الحقيقة درست الطب في جامعة القاهرة القصر العيني لمدة 6 سنوات، ثم امتياز، ثم دراسات عليا، وانشغلت بالطب والجراحة لسنوات وسنوات. لكن ما كانش فيه في فترة الدراسة ثانوي إعدادي أي نوع من أنواع الكتابة؟ لا، ما كانش فيه كتابة، ولكن كان فيه شغف بالمسرح. والحقيقة من وانا في الثانوي كان في المدرسة مسرح، وده كان طبعا يعني ايه توجه جيد جدا. كنا في فريق في المدرسة، وانتقل هذا الفريق بعض أعضائه إلى كلية الطب، ولقيت في الحقيقة في جامعة القاهرة في كلية الطب فريق للتمثيل. ثم تطور الأمر وعملنا مسرحية جيدة، وأخذوا بعض العناصر من كلية الطب عشان نعمل فريق لجامعة القاهرة مسرح. وكان الحقيقة بيضم هذا الفريق عدد من النجوم اللي النهاردة أصبحوا نجوم الصف الأول. ولكن أنا نظرا لظروف دراسة الطب في سنة ثالثة طب، الحقيقة خدت ملحق في مادة، ووالدتي الله يرحمها يعني ايه قعدت معايا وقالت لي مش هينفع تمثل وانت طالب في كلية الطب، يعني صعب قوي انك انت تقدر دكتور يحيى الفخراني عملها. لا يعني انا كانت ظروفي كده تمارس العملين في وقت واحد. فالحقيقة هجرت المسرح، وإن كان طبعا كنت بعتز جدا بالفترة اللي أنا مثلت فيها، وكنت حريص دايما في أي مناسبة أن أنا أروح أحضر مسرح أشوف بروفات إلى عام 2023. وده كان الحقيقة يعني بعد حتى ما خلصت السن القانوني للعمل الحكومي، ويعني شوية كان في بقى عندي متسع من الوقت، فلقيت نفسي الحقيقة بحب أكتب بعض التجارب اللي مريت بيها. ثم اخترت بعض أشخاص من اللي بيشتغلوا معايا نماذج لشخصيات في كتاباتي. وحقيقة عرضت أول عمل ليا كانت رواية بعنوان المخاوي. عرضتها الحقيقة على أكتر من صديق، منهم بعضهم بيعمل في النقد، والحقيقة عجبوا جدا ويقولوا لي مش معقول ده أنت يعني كاتب جميل جدا، ليه أنت؟ وإن كانت طريقة الكتابة يعني ما نقدرش نقول لها رواية قوي، هي تشتم السيناريو بشكل أكبر. المخاوي الحقيقة لما عملته في البداية عملته سيناريو، لأن أنا كنت دخلت ورشة لكتابة السيناريو، وعقبها ورش كتيرة جدا في الرواية، في كتابة الرواية والكتابة الإبداعية وفن كتابة الرواية والقصة القصيرة. حضرت الحقيقة كثير من الورش، وعملت هذا العمل لإنتاجه سينمائيا. ولكن الحقيقة يعني في مشروع إنتاجه كان فيه بعض العثرات، فحولته إلى رواية باسم المخاوي. والحقيقة يعني ده كان أول عمل. أعقبه أعمال كثيرة زي الفستان وحكايات الساحة وحكاية الساحة. وكان الحقيقة العمل الخامس ليا هو اللي هنناقشه النهاردة، اللي هو مسرحية الصياد. دايما حضرتك لك وجهة نظر في الكتابة، يعني بما أن حضرتك تطرقت ل العمل الأول المخاوي، حضرتك أشرت إلى أنه الفساد لابد منه، وأن الحياة أفضل كالعزم. الحقيقة هو بالنسبة لا خليك معايا. الفستان، البطلة فقدت عقلها عندما حاولت تدافع عن والدتها وتقول انه في عفريت معاهم في البيت. صح. فهو حضرتك دايما عندك يعني اضافة كده تعمل للشخص حالة من حالات مراجعة نفسه، لان النهاية دائما غير تقليدية. الحقيقة يعني سؤال حضرتك سؤال طبعا يعني في صميم أعمالي. أنا الحقيقة يعني ليا وجهة نظر إن مش كل اللي تقدري تحسي بيه تقدري تكتبيه، ولكن في الفانتازيا والخيال تستطيعي إن أنت تتوسعي في بعض كتاباتك على حساب الفانتازيا. وأنا كطبيب الحقيقة يعني إيه خدت كتير من مهنة الطب وتشبعت بيها، اشتغلت سنين وسنين جراح. وكان الحقيقة دايما أذكر الانسولين في ذاكرتي وفي مراجعي. الانسولين لما بيتاخد لمريض السكر
بيتاخد نوع من الانسولين اسمه 30/70. ده عباره عن نوعين محطوطين في بعض. نوع بيشتغل بعد 4 ساعات وهو الميكستارد، ونوع تاني بيشتغل بعد اقل من ربع ساعه اللي هو الاكتيرابيد. وبالتالي دي اسماء علميه طبعا. خالص ده انسولين. دي اسماء العلميه بتاعته، يعني اكتيرابيد بيشتغل بسرعه، ماكستارد بيشتغل بعد فتره. المزج بين الاثنين دول احيا ملايين البشر في العالم كله، هذا المزج، لان حقنه واحده بديها للمريض بتقعد معاه اليوم كله، بتنقص له معدل الجلوكوز في الدم بسرعه، وبتستمر معاه الى 18 ساعه اللي هو الريتارد او الميكستارد او ودي وجهه نظرك في التعامل مع فانا الفانتازيا؟ لما باجي اكتب انا بنسج الواقع بالخيال، بحط 30% خيال و70% واقع، وببقى حريص قوي ان النسبه دي ما تزيدش عن كده، عشان ما يبقاش الموضوع خيالي بحت، وما يبقاش الموضوع واقعي. انا مش بنقل الواقع، انا بكتب عمل ابداعي يجوز ان انا اخلط بين الاثنين، عشان ادي في النهايه للمشاهد او للقارئ صوره الى حد ما يستطيع ان يتفهمها، ويستطيع ان يشوف شخصياتها بتتحرك على الورق او بتتحرك قدامه كمسرحيه. ويظل له شيء ليفكر فيه بعد القراءة. طبعا انا بسيب له المجال مفتوح للقارئ نفسه. انا برضو بعتبر استاذتي الفاضله ان القارئ مشارك مع الكاتب دائما في مشروعه. يعني الكتاب الصياد اللي قصاد حضرتك ده اعتبره انا مشروع، يكتمل هذا المشروع بقراءة الآخرين، حضرتك والآخرين، ويزداد نورا وتوهجا حين ينقده الخبراء والمتميزين، فهنا يزداد توهج هذا الكتاب. لكن الكتاب بالنسبة لي أنا هو مشروع، لن يزيد قيمته عن مشروع إلا بقراءة حضراتكم ليه يصبح فعلا مشروع متكامل ومؤهل إن هو ينزل تمام. للقراء. حضرتك اخترت عنوان الصياد. تمام. من هو الصياد؟ الصياد دايما الراجل اللي هو طالع بيقول رزقي على الله، زي سنوسي وزي ابو سنوسي وزي صالح، ده رزقه على الله. الصياد ده يطلع في يوم يجيب رزق يبيعه، ويوم تاني ما يجيبش. راجل راضي، راجل نفسيته من داخله راضية عن واقعه. فالصياد ده نموذج جيد جدا للإنسان اللي فعلا راضي من داخله بما حباه ربه من رزق. حضرتك ربطت الشرور، الجبن والحقد والحسد والعنف، ربطتهم بالبشر، وربطت الخير والتسامح والعون بالبحر وناسه. ليه؟ والله حضرتك هو يعني مش زي ما حضرتك بتقولي كده بالظبط، لان برضو في الصياد في صالح اللي هي مش امه الحقيقيه، هي اللي ربته، هي سيده صالحه جدا، وبتحاول بقدر الامكان ان هي تزيل عنه الكثير من الشر، وربته واعتنت بيه واعتبرته ابنها، وكانت بتاخده من اول يوم تحاول ترضعه وتحاول تكبره وتحاول تقف جنبه وتجوزه بعد كده وتعمل له فرح كبير، وكان نفسها تشيل عياله. ففي بني ادمين خيرين داخل العمل، مش كلهم اشرار. ولكن احنا طبعا ككاتب بحب القي الضوء على بعض الشرور، علنا لما نقرا كتاب زي كده يعني ايه نتحصن من تلك النماذج من البشر. طيب، سنوسي عشقته جنية البحر، لكن عطاء البحر لآل سنوسي كان من فترة والده. فهل كان جنية بحر أخرى تعشق والد سنوسي؟ ممكن تكون نفس الجلنار اللي هي هذه الحورية. هي يعني بتقول أنا ما تقولوليش جنية، لأن أنا مش جنية، أنا حورية، أنا يعني مخلوق زيكم. أنا مخلوق يعني مش جني، لكن أنا مخلوق بحري وأنتم مخلوق بني آدم، لكن أنا في النهاية أنا مخلوق، فهي ما تقوليش عليا جنية. يعني حتى لما سنوسي قال لها الناس هتقول أنا متجوز جنية، قالت له لا ما تقولش عليا جنية، أنا بنت البحر زيكم. أنا يعني إيه، أنت اسمك بني آدم، أنا اسمي بنت البحر. يا عبد الله البري وعبد الله البحر. فالحقيقة هي دايما كانت بتعاونه،
وممكن تكون هي اللي بتعاون ابوه، ممكن تكون هي يعني بتحب هذه الاسره من فتره طويله، لان احنا برضو ما نعرفش بنات البحر دول بيعيشوا كام سنه، يمكن بيعيشوا اكتر مننا، يمكن بيعيشوا اقل مننا. فهنا هو في شويه غموض، ولكن هي في النهايه هي حبت سنوسي وحبت عشقت سنوسي وساعدت سنوسي، وتمنت في يوم من الايام ان تتزوج سنوسي وتنجب منه اطفال يعيشوا معاها في البحر، ولكن إرادة الله لم تساعدها في ذلك، وطلعوا الأطفال يشبهوا سنوسي أكتر، فلا بد أن هم يعيشوا على البر مش على البحر. غضب البحر سلبي. هي عندما غضبت فقط امتنعت عن ملء شباكه بالأسماك، تمام، لكن ما أذتوش في حاجة. بالظبط. وعندما ولدت أبنائها، وجدت أنها لا تستطيع أخذهم للبحر، فبلغته أن يتعامل مع هؤلاء الأبناء، ولكن لم تنتقم منه عندما توفى ولدين، رغم أنه اتهمها اتهاما بشعا بأنها هي من قتلت الطفلين الآخرين. ففي المقابل غضب البشر مدمر، هم يحرقون، يدمرون، يضربون، يسرقون. الحقيقة ده يعني دي نماذج موجودة، يعني احنا لم يعني هذه النماذج موجودة، في بشر بيقتل، في بشر بيحرق، في بشر بيسرق. تعتقد أن العشب أكثر اخضرارا في مكان آخر؟ أكيد طبعا، أكيد هذا أكيد في بشر يعني أفضل من النماذج دي بكتير، ولذلك احنا بس في هذه المسرحية زي ما قلت لحضرتك بنلقي الضوء بشدة على تلك النماذج حتى لا ننخدع فيها. تمام. حضرتك قدمت وصفا لصالح بشكل ايديه وشكل جسده وما الى ذلك، لكنك اغفلت وصف جولنار، ليه؟ هو الحقيقة يعني الجولنار هي في النهاية مخلوق بحري، أنا لا أستطيع أن أضع له شكل محدد، وتركت هذا التصور لمخرج العمل، لأن دي مسرحية إن لم تخرج في هذا العام ممكن في عام آخر، ممكن بعد سنوات ياخدها أحد المخرجين المعجبين بهذا القص ويبدأ في شراعة عمل مسرحي. فأنا بترك برضو بعض التفاصيل للمخرج يضعها طبقا لرؤيته. هل هيطلعها بني آدم زيها زي سنوسي وزوجته؟ هل هي جميلة؟ ولا هي احنا وصفنا ان هي يعني ايه شعرها طويل وصوتها ضعيف ويئن، ولكن لم نتطرق مطلقا الى وصفها كوصف انساني، شعرها شكله ايه، جسمها شكله ايه. ده انا تركته بالحقيقه بالكامل لمخرج العرض عشان يقدر يبقى فيه مساحه يقدر يطلعها بالصوره اللي هو شايفها فيها. هل هتطلع بني ادم؟ هل هتطلع سمكه؟ هل هتطلع حوريه بنص بني ادم ونص سمكه؟ دي انا بتركها الحقيقه لخيال مخرج العمل يستطيع ان يبدع في هذا الامر طبقا لمجريات العمل. حضرتك أدنت بشكل عجيب جدا الأحكام العرفية، وقلت أنها ظالمة ومرتبطة بالمزاج العام للجماهير وليست مرتبطة بالحق والحقيقة. هو أنا لم أتطرق، بس عشان إيه الناس بتاعت الأحكام العرفية ما تزعلش مني، أنا لم أتطرق إلى الأحكام العرفية. أنا قلت هم هيروحوا لشيخ الصيادين، وشيخ الصيادين هم حكم بالظبط رغم أنه يعلم أن الرزق من عند الله طبعا بتقسيم المياه طبعا، وتخلى عنه بعد ذلك بعد أن قسم المياه تخلى عنه وأمرهم بطرد سنوسي من المكان خالص. هو حضرتك هنا شيخ الصيادين يمثل فئة من الفئات المجتمعية وليس قاضي عرف. قاضي العرف ده بيبقى جاي من القرية، لأنهم حتى لما قالوا له هو الصيادين مش المفروض ان هم بيعيشوا في قرى صيد؟ قرى فيها صيد وفيها غير الصيد، يعني لا يمنع ابدا ان يكون بعضهم مزارعين، بعضهم رعاة، بعضهم بيتاجروا، لا يمنع ابدا. انما حتى هو نفسه لما قالوا له نطرده من البلد كان رد شيخ الصيادين قال لهم ما نقدرش نعمل كده، اهل البلد هياكلوا وشنا وهيقولوا لنا ان ده رزق، وبالتالي هو لا يمثل
القرية، هو يمثل هذه الشريحة من الصيادين اللي هم زعلوا قوي ان سنوسي سمكه كتير ووفير وهم شباكهم فكرة فاضية. مراكز القوى وقيادة طبيعية غير قوية بالكافي لإقرار الحق. أكيد هو في النهاية بينظروا إلى مصالحهم الخاصة، وخاصة إن هم لقوا إن سنوسي فعلا بيتجاوز كل الخطوط وشباكه مليئة وهم في فقر مدقع، فتصوروا إن هو عامل أو عامل سحر. وفي النهاية بيظهر فعلا إن سنوسي بيستعين بقوة أخرى تساعده على جلب كل هذه الكمية من السمك إذا نظريا هو طماع ويستحق. أكيد أكيد يستحق المصير ده، جريمة أخرى تضاف لبني البشر. بالظبط. لا لأن هو أساسا ما قال لهمش الحقيقة، ده نمرة واحد. نمرة اتنين، هو كان ممكن يقسم السمك الزيادة على فقراء القرية. هب أنه قال الحقيقة، كيف كان الصيادون ليتعاملوا معه؟ أكيد طبعا ما كانوا هيتخلصوا منه لأنه طبعا مش معقول هيسيبوا واحد بيستعين بقوة أقوى منهم تجيب له السمك وهو قاعد وهم قاعدين يتفرجوا عليه. ففي النهاية كان هيلقى نفس المصير. ولذلك مقتولا يا ولدي. بالظبط. استأذن حضرتك والسادة المشاهدين، سنخرج في فاصل لمشاهدة جزء من فيلم ابن حميدو ونعود مرة أخرى. أيوه، ما تكونش دي عروسة البحر يا حميدة يا أختي. يا ريتها يا أختي كانت قريص البحر، كانت فتحت نفسي شوية. ربنا يرزقك بابن الحلال. هو فين بس؟ ما أنا بقالي أهو 20 سنة وأنا مستنياها على القارة من الجمر يا عزيزة يا أختي. كريم، ده لما ربنا يعوز تبص تلاقيه طالع لك من تحت الأرض. مفيش مرة يا ربي أسحب الشبكة ويطلع لي فيها راجل. انت مفجوعة رجالة كده ليه؟ مش سنة الله ورسوله. طب ما تعملي يا اختي اعلان في روزاليوس. ما عملت يا حبيبتي ولا نفحت. سمك طازة يخرب عقلك. بسم الله الرحمن الرحيم. السمكة الكبيرة راحت فين؟ فين ده ايه؟ ما انت حطاها بايدك يا عزيزة. ما تكونش حداها خطفتها. حداية مين يا اختي؟ ما يقدر عليها الا الشريد القوي. شمشمي كده يا حميرة. وقعت في شر اعمالك. والعمل تعال. عندي سمكة يا حرامي. ايه حرامي؟ حرامي ونوري كمان. لا مش على دراع زي. اوعى انت. هات بقولك. استني شوية. عايزة ايه يا شاطر؟ عايزة سمكتي يا شاطر. هات. سمكتك ليه؟ هي مكتوب عليها اسمك. احنا اللي صدناها من البحر. هو يعني البحر ده بتاع ابوك؟ اوعى تجيب سيرة ابويا على طرف لسانك. انت مش عارف احنا ابونا مين؟ هيكون مين يعني؟ احنا اولاد المعلم حنفي شيخ الصيادين. طز. ولما انتوا بنات الشيخ الصيادين مالكم مفجوعين كده على حتة سمكة؟ لا يا اخويا خدوها بالهنا والشفا. ياخدوها ده ايه؟ هات السمكة حرامي. اشمعنى انت اللي مسحوبة من لسانك واختك كلها ذوق وانسانية؟ يا اخويا اسم الله على ذوقك، ده انت كلك شهامه وانسانيه. سيبها له يا عزيزه. سيبها لهم ازاي؟ دي الشوكه فيها خساره في بدنه. هات السمكة. لا يا اختي بعد الشر على بدني. وبعدين بقى ما تخلوش يستعمل معاكم القوه بقول. وهو ليه بس؟ ما نتفاهم احسن. اوعي. هات ده تفاهم حلو قوي. وبعدين من التفاهم بقول لك هات السمكة. له يا ولد. انتوا اصطادتوا
السمكه دي من البحر واحنا اصطادناها من البر يا سام. وربنا حل صيد البر والبحر. هات السمكه بقول. لا اما الصوص صحيح. شوفي بقى يا بنت انت، احنا لغايه دلوقتي ما غلطناش معاكي. تغلط مين؟ ده انا ارميك تقف في البحر. هات السمكه. لا سيبها لهم يا حسن. طب والنبي لما تنطق ما انا سايبها. سيبها لهم يا حبيبي وخلينا احنا ناس كويسين. طول عمرك كويس ورخيص وابن ناس. يا سلام لو كانت كل الناس زيك. ويا سلام لو كانت كل الناس زيك. يا ست حميده مش وقت عواطف دلوقتي يا حبيبتي. يا اختي سيبيني اتملى بمحاسنه شويه. سيبها لهم بقى عشان خاطرك بس. اهي السم الهاري ان شاء الله. اجسام مهري بدنك منك له. لا 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 يا اختي بدن هو بس، انما بعد الشر على بدن ده. يجدي. يلا يا حميده كفايه العضله اللي تعطلناها. على عيني والنبي يا دي الشاب، ده انت جريت الدماء الحاره في شراييني. الله، السمكه التانية راحت فين؟ ايه راحت؟ عشان كده سابولنا دي. قول لي عمل لك ايه قلبي اللي انت ناسيه، قول لي وانت الغالي عليه. مشاهدينا عدنا لحضراتكم، ما زلنا مع دكتور خالد الوشاحي نناقش مسرحية الصياد. قبل الفاصل كنا نتحدث عن هذه المسرحية، وكنا نقول أن البشر متهمون بكل الشرور، أنهم ظالمون. من ضمن ظلم البشر كمان ما حكم به على سنوسي من أن منصور يصطاد له ويأخذ الثلثين، ليعيش هو مضغوطا مقهورا، يعني بدون رزق، هو غير قابل للعمل، وفي نفس الوقت ايضا غير مسموح له بالعمل وغير مسموح له بالرزق بوكل عام. هو بس عشان الساده المشاهدين يعني يبقوا متابعين معانا، هو سنوسي لما لقوا ان الشباك بتاعته اكثر وفره في السمك وفي الخيرات، فاشتكوا لشيخ الصيادين، وشيخ الصيادين راح مقسم البحر والترعه الى مناطق، كل صياد له منطقه محدده يصطاد فيها، وممنوع ان هو يجور على اي منطقة تانية، ولو حدث ده بياخدوا السمك بتاعه كله. وخلاص اصبح عرف في القرية ان كل صياد له منطقة محددة يصطاد منها، وتم تقسيم البحر والترعة بالكامل. ثم مرض سنوسي، ولما يمرض احد الصيادين او لا يستطيع النزول الى البحر، فبيدي مركبه وميته اللي هو متحددة ليه الى الاخر عشان يقدر يصطاد السمك ويجيبه. فالاخر بياخد التلتين، وصاحب الميه وصاحب المركب ياخد التلت فقط. ودي كانت التقسيمه، لان الصياد اللي بيشتغل ده هو اللي تعبان يبذل مجهود. بالظبط. المنطقي كانت ان ينزل صالح البحر ليتابع صيد ابوه، لكن ابوه اوهمه بان امه الحقيقيه وعند البحر ستقتله. هو الحقيقه صالح يتمنى مثل اقرانه في مثل سنه أن ينزل للبحر ويعوم ويصطاد مع أبوه، تبقى دي مهنته. ولكن سنوسي الأب منع ابنه طول فترة حياة سنوسي من النزول للبحر إلى أن حضر الموت إلى سنوسي، فأخذ العهد على صالح وحلفه ما تنزلش البحر، وحكى له قصة حياة صالح نفسه، وإن اللي بره دي مش أمه الحقيقية هي حورية البحر أو بنت البحر جولنار. وبالتالي أنا خايف عليك تنزل، لأن أمك دي الحقيقية قتلت إخواتك الاثنين، وده مش الحقيقة. ظالم بالظبط. لكن هو بيحاول، حقيقة هو المسؤول عن مقتل الطفلين الآخرين. جبنه وخوفه أن يفضح أمره في القرية، وإن القرية لو عرفت إن هو عاشر حورية من البحر أو بنت بحر ممكن تحرق بيته وتحرق مركبه وممكن تقتله هو شخصيا. فهو خوفا منه على ابنه اوهمه ان هي ممكن تموته لو راح البحر، وبالتالي منعه تماما ان هو يروح البحر. لكن هو خوفه الحقيقي ان تحتفظ جولنار بابنها لو لقيته داخل البحر. طيب هو مشكلته ايه؟ هو كان على فراش الموت. مشكلته خوفه ان يحدث له ما حدث يحدث لابنه ما حدث له، أن يغرق. بالظبط. أن تقوم القرية عليه. هو حب في نهاية حياته أن تعود الأمور إلى طبيعتها، وأن يعمل فقط في التجارة، وأن ينسى تماما قصة الصيد، عشان ما حدش يعرف إن هو في يوم من الأيام كان متزوج لحورية أو بنت من بنات البحور. لكن صالح أنقذ الغرقى. صالح في
شقين، في شق بشري وشق بحري، ولذلك يتمتع بصفات غير موجودة في البشر. لما حس ان في 4 من اهل القرية بيغرقوا على قدامه، الرغم من أنه لم يقترب من تماماً. الماء يوما، لم تمام. يتعلم السباحة. تمام، ما مش محتاج، مم. ده سمكة. مم. فلما نزل المية، حتى احنا كاتبين في النص كمقذوف في الماء، يعني اندفاع، وأنقذ 3، ولكن الرابع لم يسعفه الوقت الإنقاذ، وبدأت جنازته. وفي جنازته الناس ابتدت تتكلم وتقول صالح ازاي عمل كده، ده صالح ده عمره ما نزل البحر مع أبوه ولا عمره اصطاد من البحر، ايه اللي حصل له وازاي، إلى أن أصبح صالح ده أيقونة في القرية كلها، بينقذ أي غريق، بيطلع مع المراكب، رزقه وافر ورزقه واسع، ويعلم تماما أماكن عشش السمك ويذهب إليها ومعه. ويستفيد هو والآخرون، بالظبط. وليس بمفرده كما فعل أبوه وجده. بالظبط، كان يعلم تماما أماكن جحور السمك بفطرته وجيناته الداخلية اللي واخدها من أمه، وبدأ يساعد كل الناس. لو بحار وقع من مركب بينقذه، اللي ماشيين جنبه ماشيين عارفين ان ده رزق واسع، فهينوبنا من الحب جانب، وناخد شوية سمك زيادة مع صالح. أم صالح التي ربته كانت تأمل أن يتزوج، اختارت له فتاة ولكنها لم تخبرهم بحالة صالح. تمام. كانت النتيجة الفتاة كرهت صالح بشكل كبير جدا، تمام. وقامت بخيانته مع إخوتها، مش خيانة جسدية ولكن سرقته، ما صنتش العشرة. بالظبط. وهددته وما إلى ذلك. بالظبط. حتى يعني بعد أن كتب لها كل شيء باسمها حتى لا يفضح، إخوتها جاءوا وأخذوا كل شيء. عايز أقول لحضرتك يعني حاجة كده من داخلي. أنا مولود في قنا في الصعيد، وقنا تعتبر من الصعيد الجواني. ويعني زمان لما كنا نركب القطر كده يقول لك انتوا رايحين فين، نقول رايحين جنة، يقول لك دي آخر بلاد المسلمين يعني. ففي يعني في هذه البلاد والقرى في الصعيد الجواني، سواء محافظة قنا العاصمة جميلة طبعا كلها جميلة دلوقتي، انما احنا بنتكلم على عهد مضى. حتى موجود في بداية الكتاب او بداية المسرحية ان احنا بنتكلم عن عهد يمكن سبق شوية. فهذه التقاليد كانت موجودة ان الام دايما نفسها تجوز ابنها، وتبيع الغالي والرخيص عشان تجوز ابنها، والبنت أيا كانت حالته الصحية ما تقدرش النفسية بالظبط. حتى لو كان معاق ذهنيا، حتى لو كان عنده ما يمنعه من الزواج أصلا كحالة صحية أخرى. حب الأم لأولادها في الصعيد متأجج، فبترى وتحلم يعني يمكن مش حبها الأكبر ولا حلمها الأكبر إنه يتجوز، قد ما يكون حلمها إنها تحط عياله في حجرها. ده بالنسبة للأم في الصعيد حلم كبير، إنها ولاده دي تحطهم في حجرها وتشوفهم. ولذلك هي كانت حريصة جدا إنها تزوجه، ولفت القرية كلها. هو نبهها وحذرها، قال لها بلاش يا أمه عشان الناس ما تاكلش وشك وتقول لك ابنك شكله وحش، ولو كترتي معاهم في الكلام هيطردوكي من بيوتهم. قالت له لا، انا ما حدش يقدر يطردني، انت زي الفل، انت جميل، ربنا اللي خلقك، ما حدش تاني ما تقولش خلقك. على نفسك كده انت جميل. بالظبط، انت جميل، انت ربنا اللي خلقك، وربنا عمره ما بيخلق حاجه وحشه، انت جميل، سيبك من شكلك، وانت بتساعد القريه كلها وبتساعد الصيادين، وانت راجل في البلد ليك اسمك ومعاك لكن الخير. الأسرة التي تبيع ابنتها مقابل الأموال تبيع زوج ابنتها مقابل الأموال. ده شيء طبيعي طبعا. هذا هو الواقع للأسف، ان هي رضيت من البداية بصالح، لكن لما ابتدت تقترب منه أكثر بعد زواجه منها، لمست القشر اللي في جلده، رأت بعين أخرى صوابعه الملتصقة ببعضها وأصابع قدميه أيضا الملتصقة، رأيتها بعين أخرى، بعين كره وليست اعتبرته تشوه. بعين كره مش بعين شفقة ورحمة، بالرغم أنها زوجته. وقررت أن هي تتركه ويعني لا خوفا من أن تنجب أطفال يشبهوا صالح ويكتسبوا تلك الصفات منه، الأيدي الملصقة الأصابع والقدمين والظهر المحني والجلد المملوء بالقشور. خشيت أن يحدث ذلك فرفضت معاشرته.
اسم صالح ينطبق على الشخصية بشكل كبير. هو صالح وتقي ومتعاون وخدوم ويخلو من الطمع، ولكنه في الآخر للأسف تلوث بما فعله به البشر. النهاية عندك أنه هرب إلى البحر وأصبح يغرق السفن وراكبيها. الحقيقة هو صالح بينتقم مما حدث معه، ولكن صالح بينتقم بشكل هو يعني ايه، بشكل محدد. هو اللي اشترى المركب بتاعته باعوها للرئيس فتوح، وبالتالي هو بيغرق مراكب فتوح كلها، لان هو ده اللي اشترى المركب بتاعته بعد ما كتب مركبه لزوجته، فاستغل اخواتها ان هو كتبها ليهم في الشهر العقاري بيع وشراء، بالرغم من تحذير امه لده، فابتدى يغرق سفن فتوح ويناوش ويهاوش البحارة. برضو عنده نوع من انواع الانتقام والجينات الابوية البشرية، فابتدى. لكن احنا في الجزء الاول من القصة كان صالح حاجة يعني، لكن هنا بقى لما هو في نهاية العمل بالكامل، نهاية العرض، هو في ناس بتقول ان صالح ما ماتش، ولكن في اخرين متأكدين ان صالح مات ولا نعلم. صالح راجع. ده هم بيقولوا يتمنوا انه يكون صالح هيرجع. امه وبعض المتفرجين في الصالة وبعض الصيادين، ولكن هم قاعدين في عزاء، فحتى بيتساءلوا هو احنا قاعدين في عزاء مين لما صالح حي؟ فقالوا لهم لا، ده العزاء ده معمول عشان بقية الورث بتاع صالح اهل مراته ياخدوه، لكن ام صالح يعني المزيد من الطمع. بالظبط. وهناك برضو نوع من انواع الغموض. هل صالح مات وما يحدث في البحر ده نتيجة اوهام بعض الصيادين توهموا ان صالح موجود وبيغرقهم، ولا فعلا صالح حي ومستمر في انتقامه؟ عقدة الاحساس بالذنب. هنا بنسيبها للمشاهد يعني يستطلع هو بنفسه ويستشف النهاية الموجودة. هل صالح جاي ولا صالح مات راح؟ دعنا نتحدث عن المسرحية. حضرتك طبعا طرحت الشخصيات في البداية، ثم بدأت في المسرحية. هناك ثمة أجزاء، هل هي متروكة لمغني؟ هل هي متروكة لإلقاء شاعر؟ هل هي متروكة لكورال على سبيل المثال؟ لماذا هذه الأجزاء؟ أقول لحضرتك الحقيقة أنا لما كتبت العمل ده حسيت إن هو حزين. هي قريبة من العدودات الصعيدي. وقاتم وشديد الحزن والظلم. فليا صديق الحقيقة، أنا مش أنا اللي كاتب الشعر ده، أنا ليا صديق عزيز عليا ساكن في قرية جنبنا من هنا، قرية اسمها البراهمة، اسمه حجاج مرعي. ده بيعمل في البترول زي ما أنا بعمل كجراح، يعني إحنا الاثنين بعاد عن التخصص. فالحقيقة هو بيكتب أشعار بالعامية عجبتني قوي قوي، فكلمته قلت له أنا عامل عمل، عايزك إيه يعني تحط لي كده، تشبك لي، تضفر لي كده كام حتة يخفوا الحدة بتاعت هذا العمل. فكان الحقيقة هي ليست تخفيفا للحدة، بالعكس هي أكثر قسوة حتى من الأحداث وأكثر حزنا. هو عديد صريح. هو لا هو إلى حد ما الشعر أو النثر أو الزجل بيدي للمشاهد نفسه نوع من أنواع يعني إيه الراحة شوية، يعني يرتاح فترة من ما يحدث داخل الخشبة المسرح وما يحدث على صالة، أو يعاد شحنه مرة أخرى لتلقى المزيد من الأحداث السيئة. ممكن. فالحقيقة حجاج الله يبارك له ضفر أعمال، يعني من كل مشهد حط فيه شغل شعري، أضاف للمشهد نوع من أنواع الإيه الملحمية. مع حضرتك والله. وأنا الحقيقة حسيته يعني إيه لطيف، وكنت أتمنى طبعا إن شاء الله يعني ربنا يكرمني بمخرج يكون واعد ياخد العرض ده ينفذه. فهتكون طبعا الأشعار دي ممكن يقولها صالح، ممكن يقولها سنوسي، ممكن تقولها الأم، ممكن يقولها لحد من الرواه، الشيخ العجوز اللي بيروي بعض المقاطع، ولكنها بتمس
صميم العمل. الحقيقة وهي إضافة كبيرة في الأحداث أيضا. الدكتور خالد الوشاحي الروائي والمسرحي والطبيب، شكرا جزيلا على وجود معنا النهاردة. كنا سعداء جدا بمناقشة مسرحية الصياد. إن شاء الله يكون لنا المزيد من اللقاءات ومناقشة أعمال أخرى. نورتنا يا فندم. أنا المتشكر لحضرتك وللسادة المشاهدين، وأتمنى أن أنا أكون ضيف خفيف عليهم، ودايما مع قناة النيل الثقافية بنتطلع إلى المزيد والمزيد من الثقافة والفن والإبداع. مشاهدينا الكرام، خرجنا من قرى الصيد وسنعود إلى القاهرة إلى بائع الموت وفقرة متميزة مع زميلتي العزيزة إيمان الشامية وضيفها الدكتور أشرف نصحي.